كل قصة لازم تتقال، لكن اللي هنا لازم تتسمع. قبل ما نبدأ الحكاية، لو لسه مش مشترك دوس اشتراك وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد من قصص الصعيد اللي ما سمعهاش حد. في جوازة حصلت في بلد من بلاد الصعيد، بس اللي حصل فيها عمره ما حصل. العروسة ما طلعتش، بس اللي ما تعرفوش إن الحكاية فيها سر، وسر كبير. الفرح كان متجهز من بدري، الطبالين بيدقوا والناس بتوزع بلح، والكل مستني العروسة تطلع، بس ساعة ورا التانية والباب مقفول، لا حد دخل ولا حد خرج. الطبالين كانوا شغالين، الكراسي اترصت والناس لبست جديد، لكن العروسة لا باب اتفتح ولا طرحة اترفعت. همهمات ناس، صوت ست بتقول هي فين يا ولية؟ وصوت تاني معقولة تهرب؟ أمه بتعيط، أبوه متكفهر، والعريس واقف كأنه شايل الجبل فوق كتافه، بس ما سابش مكانه. قال كلمة واحدة: اللي كتبه ربنا أنا راضي بيه. من شهر جالوه ناس من ناحية تانية، قالوا له في بنت ستيرة أصلها طيب وما حدش شافها من يوم ما اتولدت. بس سمع عنهم الطيب، قالوا له بنتنا متربية على الستر، ما تعرفش راجل غير أبوها، وساعتها قلبه اختار قبل ما عينه تشوف. العريس: أنا مش عايز جمال، أنا عايز ستر وقلب طيب يسندني. وافق من غير ما يشوفها. قالوا له نكتب الكتاب والباقي على الله. تاني يوم لقى صندوق صغير على سريره، فتحه لقاه مليان ورق قديم ورسالة مكتوب فيها كلام يخلي الحجر يدمع. لقى مصحف وجواب بخط راجل كبير: يا بني بنتي اتربيت على عين ربنا، متعرفش غير بيتها ومصحفها، والنهاردة بقت حلالك، لكن كان لازم تختارها بعين قلبك مش بعينك. ولما طلعت في هدوم بيضا كأنها طالعة من نور، لابسة إسدال أبيض وشها منور كالقمر. بصت له وقالت: أنا من النهاردة مراتك، وربنا يجمع بينا على الحب والطاعة، وربنا يجمع بينا على الخير. مش كل فرح فيه طبل يبقى فيه فرحة. أوقات الجوازة اللي تبدأ بالستر تنتهي بالهناء، والعين اللي بتختار بنور القلب عمرها ما تخيب أبداً. العبرة مش كل فرح بصوت في فرحة، ولا كل جوازة بعين فيها سعادة. الأصل في ستر، والقلوب اللي شايلة رضا هي بس اللي تشوف الجمال. لو عجبتك الحكاية دوس لايك واشترك في القناة، واكتب لنا في التعليقات نفسك نكلمك عن ايه بعد كده. وافتكر دايما الحكاية مش بس حروف، الحكاية فيها عبرة. سلام، ونشوفكم في حكاية جاية من الصعيد الغامض.